برنامج عهد مع الحسين، الحلقة 10. ضيفنا الحاج لبنان نعيم زغير الماجدي، خادم موكب الإمام الحسين والسيدة زينب عليهما السلام، من بيت الخدمة ولاؤه متجذر في نهج الحسين. نشأ الحاج لبنان في بيت تشبع بولاء أهل البيت عليهم السلام، متأثرا بسيرة والده الراحل الحاج أبو لبنان الماجدي رحمه الله، الذي رباه على الإخلاص لخدمة الزائرين وعلى الوقوف إلى جانب الضعفاء والمحتاجين في وقت كانت فيه المحن تكسر بها الهامات. تأسيس موكب الإمام الحسين والسيدة زينب عليهما السلام بجهود الحاج لبنان وإخوانه من المؤمنين. تأسس هذا الموكب ليكون شعلة خدمة لا تنطفئ وواحة راحة لكل زائر متعب. لم تكن الخدمة محدودة بوقت أو موسم، بل استمرت طوال العام على مدار الليل والنهار في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية. خدمة تمتزج بالإخلاص والبذل دون منة. يعرف عن الحاج لبنان أنه لا يرد سائلا ولا يتأخر عن حاجة محتاج. فتح أبواب موكبه ليلا ونهارا، حيث الخدمة لا تتوقف أبدا. يقدم لزوار الحسين عليه السلام كل ما تيسر من الضيافة والرعاية والاهتمام، دون انتظار شكر أو جزاء، بل طمعا في رضا الله وشرف خدمة الحسين وأهل بيته. مبادرات إنسانية ووطنية في أحلك الظروف، خصوصا أيام انتشار الجائحة. كان الحاج لبنان من أوائل المبادرين في دعم الناس، سواء عبر توزيع المساعدات الغذائية أو تقديم الدعم الصحي والوقائي، كما شارك بحملات الاستغاثة. فكان صوته وخدمته دائما إلى جانب المستضعفين، وأيام خفافيش الظلام لم يتراجع، بل وقف بكل قوته إلى جانب الحشد الشعبي وقدم ما يستطيع من دعم ومساندة. الحسينية قلب مفتوح لأبناء المنطقة. إلى جانب الموكب، حافظ الحاج لبنان على بقاء حسينيته مفتوحة لأهل المنطقة في كل المناسبات الدينية والاجتماعية، كأنها بيت كل محروم وكل منكسر. ختاما، إن من يضع خدمته في طريق الحسين لا تنطفئ شمعة عطائه. الحاج لبنان الماجدي هو مثال للرجل الذي جسد معنى عهد مع الحسين، خدمة وثباتا وسخاء وموقفا. كانت هذه الحلقة من برنامجكم عهد مع الحسين. تابعونا على صفحاتنا الرسمية على الفيسبوك محمد جواد، وقناة الوداع على اليوتيوب. وسنكمل معكم مشوار كشف حكايات رجال نذروا أرواحهم لخدمة طريق كربلاء. هذا ومن الله القبول. تقبلوا تحيات الإعلامي محمد جواد.